كوتش أمين. كلنا كنعرفوا باش نزيدوا في الوزن كيخصنا ندخلوا سعرات حراريه كبر من الاحتياج ديالنا اليومي، ولكن المشكل هو ان الاكتومورف الناس اللي عندهم صعوبه في زياده الوزن ما كتكونش عندهم الشهيه، وخصوصا ان السعرات الحراريه اللي خصنا ندخلوا خاصها تكون بطريقه صحيه، وجبات فيها كاع العناصر الغذائيه اللي كيحتاج الجسم ديالنا. هادشي علاش اليوم جبت لكم كيكه ديال الشوفان. كلكم عجبكم الفيديو ديال البانكيك، وبزاف ديال الناس مشاو صوبوا البانكيك وصوروها ليا وعجباتني هاد القضيه هادي. اذا اليوم جبت لكم كيكه ديال الشوفان، اجيو معايا تشوفوا. المقادير: غادي نستعملوا 100 غرام ديال الشوفان، 4 ديال البيضات، غنستعملوا الشكلاط. اللوز غنستعملوا 30 غرام ديال اللوز على كل 100 غرام ديال الشوفان، 2 بنانات صغار اولا بنانه كبيره على 100 غرام ديال الشوفان، واحد 10 غرام حتى ل 20 غرام ديال الزبيب، خماره باش الكيكه ديالنا تطلع. فاني الا بغيتو هو فيه السكر، ولكن من الاحسن تفاداو. كاكاو 100% كاكاو مسوس ماشي حلو. الكيكه ديالنا غتجي بنينه حلوه فيها عناصر غذائيه كامله اللي كيحتاج الجسم ديالنا، بروتين، كربوهيدرات ودهون مشبعه، غادي تجي حلوه. اليوم جبت لكم ماكينه ديال لينوكس، الله يخلف عليك الوالده، لا طرات لها شي حاجه ما غنبقاش ندخل للدار، وارضات الوالدين. وهذه هي الكيكه ديالنا وجدات. ما تنساوش بان السر ديالها هو انني خصني ناخذها 2 المرات في النهار من وراء الوجبات باش ندخلوا سعرات حراريه اكثر من الاحتياج ديالنا اليومي، والسر ديالها هو الاستمراريه. وكما قال واحد الحكيم، اكبر مهاره ممكن الانسان يكتسبها هي الثبات والاستمراريه. بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، ما تنساوش كان معكم الكوتش امين من القلب. شكرا لكم كاملين.